السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، انا جاي لكم فيديو بعيد عن الطبخ واي حاجة. في ناس طلبت مني ازاي بنعمل الصور جنب بعضها مربعات كده. تمام، هو ممكن يبقى برنامج في التليفون نفسه، او برنامج هتنزلي، بس هو عندي موجود في التليفون نفسه. تمام، هنعمل ايه؟ هندخل على الاستوديو. تمام، خليكم معايا واحده واحده ومش هياخد مننا حاجه. طبعا انا عندي الصور الفيديو اللي انا هنزله، اهم حاجه ان هي تكون صور الفيديو اللي انت هتنزليه، مش تكون فيديو صور تانية. تمام، هنعمل كده، هنضغط هنا وكده. تمام، وهنا موجود عندي لصق اهو، واضحه قدام منكم. تمام، جت الصور بالشكل ده. طب انا مش حابه المنظر ده. تمام، ممكن ابدله كده. انتوا ايه رايكم؟ ماشي، ممكن ابدله كده. هو حاجه عندي في التليفون نفسه. عايزه تضيفي 10 صور، عايزه تضيفي 100 صوره، براحتك، برضو هو موجود. تمام، فاحنا هنشوف مع بعضنا ايه الصوره المناسبه اللي احنا ممكن نعملها. طب ايه رايكم في المنظر ده؟ تمام، المنظر ده حلو ولا المنظر ده؟ متهيألي ده افضل. تمام، لو انا حابه مثلا اطلع حاجه مكان حاجه، بقوم جايه مثلا عامله دي كده اهي. تمام، ممكن اطلع دي هنا كده. تمام، ممكن اطلع دي هنا كده. الشكل اللي انت حابه تخليه هو يعني مريح لعينيكي، او انت شايفاه جميل عندك، هو ده اللي انت بتعمليه. تمام، وقوم عاطيلها اوكي. جاري الحفظ. تم حفظ ايه ال 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 الصوره. هوريكم ازاي ان انا ممكن اخليها تتغير، تتلف في الجهه التانية. يعني مثلا لو انا دخلتها كده على الاستوديو عشان ادخلها على الفيديو، مش هتعمل معايا، مش هتبقى مظبوطه، هيظهر حاجه بسيطه، حاجه واحده بس من الصوره. طب انا عايزه الصور دي كلها هي اللي تظهر. اعمل ايه؟ خليكم معايا. انا هخرج من البرنامج ده، من الاستوديو، وهدخل على البرنامج التاني اللي هو الملفات. بخش على الصور، بلاقي الصورة اللي انا عملتها اللي انا مجمعاها بالشكل ده كده. تمام معايا، بضغط على تعديل، بيقول لي تدوير اهوت. هنا القصاص بيقول لي تدوير اهيت. طب انا مش عايزاها كده، ممكن ادور الاتجاه التاني بالشكل ده كده، وبضها حفظ. تمام، انا كده حفظت الصورة بتاعتي بنفس النمط اللي انا عاوزاه، واللي انا هنشره بيه، زي ما انتم شايفين الشكل ده كده. لو احنا جينا نشوف اللي قبلها، شوف اللي قبلها بالطول وديت بالعرض. تمام، هخش بقى على الاستوديو عندي وايه، وهدخلها. خليكم معايا، معلش مش هطول عليكم ان شاء الله. تمام، بخرج من هنا، بخش على الاستوديو بتاعي. تمام، افتح يا ريس، افتح يا سمسم. واحد ولا اله الا الله كده وانتوا معايا. تمام، انا هدخل هنا، وادي الفيديو بتاعي اللي انا عايزه اغير التشكيله اللي انا كنت عاملاها فيه. بيجيني تعديل ان انا هعمل الصوره المصغره بقى، وهنا في رسمه القلم دهيت. تمام، انتوا شايفين الصوره قدامكم اهي اللي انا حطاها قبل كده، فانا حبيت اغيرها، عايزه اغيرها. معلش هوريكم حاجه قبل ما اغير الصوره. انتوا شايفين عندي هنا الفلفل والحاجات دي من على القناه نفسها. لا، احنا عايزين تغيير الصوره. بدخل على تغيير الصوره، واقوم انت شوف انت عايزه. لو انا حطيت مثلا الاولانيه ديت، انا ما رضيتش اشتغلها الاول واسيبها، تشوفوا جايبه ايه. مش جايبه الا حاجات بسيطه. طب انا عايزه انشر كله، واقوم راجعه تاني، داخله هنا تاني، واقوم جايبه اللي انا غيرتها، اللي انا عملت لها لف بالشكل ده كده. تمام، ايه رايكم بقى، دي ولا اللي قبلها؟ بس بالله عليكم لا تكتبوا. تمام، انا مش عايزه اطول عليكم عشان إيه ما تزهقوش وتملوا مني، مع ان انا بحبكم في الله وما بملش منكم ابدا، وبشاهد لكم بما يرضي الله. وبديلها حفظ. تمام، بالشكل ده كده. بس لو عجبتكم الفكره بالله عليكم لا تقولوا لي يعني، ما تبخلوش عليا بالكومنتات بتاعتكم بالله عليكم. تمام، زي ما انتم شايفين كده اهي. لو انا رحت هناك على اليوتيوب نفسه، هخرج بقى من هنا وادخل على اليوتيوب. تمام، ما شاء الله عليا، انت بشرح يا ولاد. ايه ده؟ ايه الجمال ده يا بت يا بطوطه يا خرابي سوخ، يا لهوي يا لهوي يا لهوي والله يا لهوي قوي. انت بعرف اشرح والله. ما شاء الله عليا، ده انا بقيت خبيره والله، مش عايزه اقول حاجه تانية. ماشي، هي لسه ما اتعدلتش، بس هتتعدل ان شاء الله. ايه اللي هيخليها ما تتعدلش؟ لا، هتتعدل، لان انا عملت لها حفظ. معلش هي هتطول معانا شويه، بس هي ممكن ايه، بتغيب على ما بتحتفظ بالتعديل اللي انا عملته. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. تمام، هي يا باشا،
اهي جت الصورة اللي انا لسه عاملاها بالشكل ده. تمام. اهي هي دي الصورة المصغرة اللي احنا بنتكلم عنها. معلش عشان الاعلان. هي دي الصورة المصغرة اللي احنا بنتكلم عنها. بسيطة وسهلة وجدا. هي ممكن تبقى معاكي برنامج على التليفون نفسه، او ممكن تنزلها من على المتجر. بس هي الحمد لله موجودة عندي في التليفون بتاعي. ماشي، تعملي النسخ اللي انت عايزاها زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده كده. تمام. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معاكم فاطمة الجندي، واهم حاجة ام احمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.